منظمتين بيتشاجروا مع بعض لعمل روبوتات آلية تسود العالم وتسيطر عليه، والمنظمة الأولى بتعمل التجربة دي على 3 أطفال، والمنظمة التانية بتخطف ال3 أطفال دول علشان يسرقوا منهم معلومات المنظمة الأولى. منظمات خطيرة ومسلسل خطير، يلا بينا نبدأ. في الليل واحدة ست بتجري مرعوبة في الغابة، بتحاول تصرخ بس بقها متغطى بشريط لاصق وايديها متكتفة ورا ظهرها. في نفس الوقت اخوات هنري وريتشارد كراوس بيطاردوها في الغابة ومعاهم اقواس وسهام. الاخ الثالث جوليان كراوس قاعد في عربية فان بيتفرج على البث المباشر من خلال نظرات ليلية وبيضحك بهستيريا. فجأة واحدة من السهام بتصيب الست في رجليها وبتقع على الارض. راجل غريب بشعر احمر كان بيتفرج على اللي بيحصل من مكانه جنب الفان. اخوات كراوس قربوا من الست عشان يتأكدوا اذا كانت عايشة ولا لا. لما لقوها لسه عايشة حاولوا يخلصوا عليها، لكن فجأة عاصفة من الريش ظهرت وقتلت الاخوات الاثنين. جوليان كراوس بدأ يعيط وينادي على اخواته وهو حزين. فجأة ظهر العين الغير انسانية قدام عدسات الرؤية الليلية اللي جوليان بيتفرج منها، واتعرضت على التابلت اللي في ايده. جوليان صرخ ومرعوب. تاني يوم الصبح شاب اسمه كوكو كان ماشي فوق اسطح البيوت العالية، نط على بناية 3 ادوار على الشارع وكمل طريقه للبيت بعد ما اشترى فطاير بفول الصويا الاحمر. هناك البنت ليلي هوشينا اللي بتشتغل في التحقيقات الملكية خرجت من البيت بسرعة. قابلت كوكو على الباب لكنها قالت له انها متأخرة ومشيت بسرعة. خدت معاه الفطاير اللي كان جايبها وساقت بسرعه عشان تجيب بطاقه التعريف اللي نسيتها. وصلت ليلي للغابه اللي حصلت فيها جريمه قتل اخوات كراوس الليله اللي فاتت، وهي بتتفحص مكان الجريمه لقت شخص مدني واقف قريب من المكان. بوريس اللي معاه في الفريق عارف الشخص ده وقال انه كيس فليك. رجعوا كلهم على مقر التحقيقات الملكيه اللي موجوده على الساحل. ماريو كان قاعد بهدوء قدام درج مليان كتب عن كيس فليك. بدات تحكي انه كان شخصيه معروفه جدا في عالم الشرطه لكنه بطل يشتغل في التحقيقات من 10 سنين. إيريك عرف الفريق على كيس اللي رجع ينضم لوحده التحقيقات الملكيه. بدا الاجتماع وإيريك قال اسماء الضحايا اللي اتقتلوا. هنري وريتشارد كراوس اكدوا انهم اتقتلوا بسلاح حاد. الضحيه الثانيه الست لسه عايشه وبتتعالج في المستشفى. اكتشفوا انها كانت مخطوفه واتعرضت للاغتصاب على ايد اخوات كراوس. الاخ الثالث جوليان مفقود. إيريك قال ان توقيع كيلر بي كان موجود في مسرح الجريمه، واكد ان كيلر بي متورط في 15 جريمه قتل خلال السنين اللي فاتت. في نفس الوقت ليلي كانت بتحاول تحلل حاجه على التابلت بتاعها وكيس لاحظها. في مكان تاني جوليان كان في الفان واتنقل من غير ما ياخد باله لبيت شخص غريب. الباب اتفتح وجوليان لقى جثث مرميه في المدخل والمطبخ. الراجل ابو شعر احمر دخل ولقى جوليان قاعد بيتفرج على التلفزيون واللي كان بيعرض اخبار عن مقتل اخواته. جوليان فقد اعصابه وقرر ينتقم من اللي قتلهم. الراجل ابو شعر احمر عرض عليه يساعده مقابل خدمه. كيس راح يزور صاحبه القديم جيلبرت اللي شغال في معمل الادله الجنائيه عند الفرع الساحلي. جيلبرت فرح لما شاف كيس ونده له جيني وهما بيشربوا القهوه. جيلبرت قال لكيس انه بطل يدخن. فضلوا يفتكروا ماضيهم المأساوي المشترك. كيس لاحظ وجود ظهور الاوركيد البيضاء حوالين مكتب جيلبرت ومشي. بعد شويه رجع ورمى له علبه سجاير. جيلبرت بص للعلبه وكان مستغرب كيس عارف ازاي انه كان بيكذب. في نفس الوقت كيلا كانت بتطلب مساعده من الجيش والمدينه في مدرعه حمراء غريبه بتسبب مشاكل كبيره وبتهاجم قوافل الجيش. العيله الملكيه اعلنت حاله الطوارئ العسكريه بسبب الوضع. كلير بي كان سامع الرسائل على الراديو بتاع الفريق. في 10 اشخاص متعلمين باكس الا الراجل ابو شعر احمر وراجل تاني ملوش اسم. ماريو وبراندون وليلي وبوريس حاولوا يطاردوا المدرعه الحمراء بينما جوليان كان بيصرخ عشان يستفز كيلر بي انه يظهر. الراجل ابو شعر احمر كان سائق المدرعه وجوليان كان بيضرب على العربيات اللي وراهم. المدرعه الحمراء طلعت غاز واختفت في نفق. الفريق حاول يتعامل مع المدرعه بينما جوليان كان بيتابع الراجل ابو شعر احمر بشك. غيروا المركبات وركبوا مركب. ضباط الشرطه كانوا بيطاردوهم من على الارض وفي الجو. إيريك كشف عن السر الخاص بمدرعه هايبر جديده اسمها 50 اللي لسه ما تمش الكشف عنها للعامه. كيس كان شايف ان في دوله عسكريه غامضه متورطه في الموضوع. كيس استنتج ان اللي ورا الموضوع بيستخدموا خط مترو الفا المغلق وانهم موجودين عند متحف الطيران. الراجل ابو شعر احمر سرق قطار شحن وطني رقم 645 وجوليان هدده بالسلاح. وفجاه كيلر بي ظهر فوق القطار علشان يراقب جوليان لكنه اتقطع فجاه على ايد الراجل ابو شعر احمر. كيلر بي وهو بيطلب رقم سيرن قال انه شخص يستحق الموت. لما كوين هجم عليه كيلر بي قام وكشف عن دراعه الشمالي اللي اتحول لشفره زرقاء غامقه. لما كيلر بي ضرب كوين في دماغه الدماغ بقت رمادي غامق وبدات تنتشر. كوين هجم بحماس لكن دماغه اتقطعت نصين بشفره كيلر بي الزرقاء واتبخرت مع صخره. مينيتسوكي وقف بيتفرج على كريموما بابتسامه. فريق التحقيقات الملكيه وصل موقع حادثه القطار. كيس فحص مسحوق ازرق بين صوابعه ووقتها فهم انه كان فاهم الموضوع غلط وان الحادثه كانت الهدف الرئيسي. ليل اشتكت ان إيريك بيقفل القضيه وبراندون شارك صور الحادثه من فوق بحماس. كيلر بي قال انه مش هيبطل قتل لحد ما حد يلاقيه. مينيتسوكي قال انه لا كلير بي. كيس قال انه هو اللي هيلاقيه. في مزرعه مهجوره كان في 3 رجاله وواحد من اهداف كيلر بي. واحد منهم كان بيتكلم مع ارنب ابيض وفجاه حد رماه في غرفه. غاز غريب بدا يملى الغرفه والشخص اللي جوه بدا يتشنج ويتقيأ دم بينما الرجاله التانيين كانوا بيضحكوا. واحده بشعر ازرق قصير كانت قاعده على جنب وحطت حاجه ذهبيه في بقها. كوكو كان ماسك الكمان جاليانو اللي اتصنع من 300 سنه. الكمان ده كان في حاله ممتازه واتنقل بين الاجيال. كوكو كان عنده امل ان الالات الموسيقيه الجديده ممكن تتصلح وتتنقل هي كمان. صاحب محل الكمان سقف له واتضح ان ابو ليلي وان الموظف التاني ابنه.
ماريو قطع براندون وخرج على موقع جريمه قتل عضو البرلمان ايد كايل. ليلي كانت بتمنع المدنيين من دخول المكان، وكيس قال انها بتعمل كده عن قصد. عضو البرلمان اللي كان مشهور بتلقي تبرعات غير قانونيه اتلقى مقتول هو ومراته. توقيع كلير بي المشهور كان مكتوب على الحيطه وراهم. كيس قال للفريق ان كيلر بي ما عملش الجريمه دي وان ده مجرد قتل مقلد. الفريق ما كانش مقتنع لحد ما لقى جثه تانية في مبنى مهجور. جيلبرت اكد ان سبب الوفاه كان غاز سام. الغاز ده بيدمر الجلد، الغاز ده بيأثر على الجلد والعيون والرئه. جيلبرت قال ان الغاز مكرر جدا وانهم طلبوا مساعده من معهد الطب العسكري عشان يلاقوا علاج. كيس قام عشان يمشي لكن جيلبرت سأله عن الماضي المأساوي اللي جمعهم. كيس قال انه لقى دليل ممكن يوصله للقاتل. جيلبرت رمى كوب القهوه في الزباله. الفريق بدأ يحقق في حفله خيريه للعمده في قصر ليجاسي. اكتشف ان الضحيه ايان رييس كان باحث كبير في شركه بريمو فارماسيا واختفى من 6 شهور. توكو اللي شغال مع ستيلا جرح ايده لما سمع خبر ان قتل عضو البرلمان ايد كايل كان على ايد كيلر بي. ليلي كانت بتبلع ريقها وهي بص على الحلويات. توكو اللي كان متخفي في زي نادل عدى من وراها. فجأة حصلت دوشه في المكان لما واحده ست جميله دخلت لابسه فستان برتقاني. الست دي هي ايزانامي، واحده من مجرمي ايزانامي، وكانت لابسه زي ياباني تقليدي. إيريك ساب كايلا مسؤول عن كل الاوامر الداخليه من غرفه مؤمنه وطلب تقارير من كل اعضاء الفريق. كيس وقع في النافوره لما اتخبط بعربيه وهو بيحاول يشوف واحده ست شكلها ملفت. بوريس كان قاعد في العربيه وبلغ انه مفيش حاجه غريبه غير اللي حصل لكيس. كايلا كانت بتتفرج من بره المبنى وبتهمهم بنبره مش مهتمه. صوت جه على الراديو بيقولوا ان المنطقه 27 امنه. ميناتسوكي وست بشعر ورد اسمها يونا عدوا من ورا كوكو، عيونهم الاثنين لمعت بالاحمر للحظه. كوكو خبط بالصدفه في مستر ريد اللي طلع واحد من الاشخاص اللي هو بيدور عليهم. ست غامضه لابسه زي محاربي وارن وبتغطي عين واحده بعتت رساله لكوكو من غير كلام. كوكو فهم الرساله وعيونه لمعت بالاحمر تاني. كايلا لاحظت حركه غريبه من النادي الاشقر وهو ماشي ناحيه العمده. الفريق جري عشان يحمي العمده وماريو قدر يمسك السكينه قبل ما توصل للعمده وقبض على مستر ريد. مستر ريد اعطى اشاره لمستر بلو اللي كان قاعد قدام كمبيوتر في غرفه. الكل اتحبس جوه المبنى ومستر ريد هدد ان المبنى مليان غاز سام وهيتنشر الساعه 9 بالليل والطريقه الوحيده لتعطيله هي قتل العمده. فيديو لايان وهو بيموت اتعرض على البروجيكتور قدام الناس. ماريو وعد مستر ريد انه هيتذكر كمجرم تافه. كايلا كانت بتكتب طريقه لتجاوز نظام الحجز بتاع المبنى. في الوقت ده براندون، ليلي وماريو كانوا هاديين لانهم عارفين ان كايلا هتخرجهم. فوق السطح كوكو قابل ايزانامي اللي شافت ايان وهو بيموت قدامها. قالت لكوكو ان هو القطعه الاساسيه في اللغز بس هي هتاخده ميت او حي. طلعت قنبله يدويه من تحت التنوره بتاعتها وفجرتها. كيس كان قاعد في العربيه ولاحظ الانفجار. كوكو وايزانامي اتورطوا في خناقه على السطح. كيس اللي لاحظ انشطه غريبه اخذ العربيه ورمى بوريس في الكرسي الثاني. الناس اللي كانوا محبوسين جوه المبنى كانوا قلقانين جدا. ماريو حاول يهديهم بالكلام لكنهم غضبوا عليه وطلبوا يعرفوا الحقيقه. الفريق كان قلقان من الوضع وبيحاولوا يخططوا للهروب. اثناء ما كانوا بيتكلموا مستر ريد مسكهم رهائن وفضل يضحك بجنون وادعى انه شخص مميز. كايلا كانت قاعده على الكمبيوتر بتشتغل وكان باقي 27 ثانيه. في نفس الوقت ايزانامي اللي كانت بتحارب كوكو ضربت عليه رصاصه. لما كوكو بدا يطاردها وهي بتستخدم لوحه تزلج كان بيطير في الهواء ويتفادى الطلقات. ايزانامي كلمت حد وقالت له الملك وصل. في مكان تاني مستر بلو كان شغال على الكمبيوتر لكن حصل خطا غير متوقع. المجرم كاميوس كان على مكالمه مع حد وشاف مستر بلو قطع رقبته. الدم كان مال الاوضه كلها حتى وشه. كايلا اكتشفت ان الشخص التاني واقف الهجمات المضاده وبدات تشك ان ده فخ علشان يربكوهم. إيريك شاف الوضع على الشاشه وطلب من جين تستدعي فريق الطوارئ الخاص بالغازات السامه. فجاه شافوا ابواب المبنى اتفتحت وقوات الشرطه وصلت. الناس فرحوا لما خرجوا من المبنى. كايلا اتصلت بفريق القياده وبلغتهم ان النظام اتفتح لكنها لاحظت حاجه غريبه. كايلا قالت لإيريك ان المجرمين كانوا بيحاولوا يمنعوها من دخول نظام امان المبنى لكن دلوقتي بقى فيه هدوء غير طبيعي. إيريك حس ان ده فخ. فجاه الراجل طويل الشعر مينيتسوكي ضغط على زر عشان يدخل الغاز المبنى. الناس بدات تصرخ لما شافت الغاز وبداوا يتاثروا بيه. الغاز دخل اجسامهم وبداوا يموتوا. إيريك كان قلق جدا وفضل ينادي على براندون وماريو لكن محدش رد. امر كايلا انها تحول اتجاه الغاز وتخرجوا بره المبنى. إيريك اتصل ببوريس اللي كان في العربيه مع كيس. كيس كان بيطارد كوكو والست دي. بوريس كان خايف لانه مش فاهم ايه اللي بيحصل. إيريك اتصل بكيس وطلب منه يرجع لان الغاز منتشر في المبنى. كيس قال له ان الغاز ده مش حقيقي وان المجرمين بيحاولوا يكسبوا وقت علشان يهربوا. كيس رفض يرجع لانه شايف انه بيعمل حاجه مهمه. إيريك شاف كلامه مجرد نظريه لكن كيس كان واثق انه غاز تخدير مش حاجه خطيره. كاموي ويونا وصلوا فوق السطح عشان يقابلوا ميناتسوكي وقالوا له ان هدفهم اتحقق. يونا سالت عن رجوع الملك وميناتسوكي قال انه عايزه يرجع حي. ايزانامي اخذت كوكي لبحيره لينون وهناك حاولت تفتكر ذكريات معاه كان هو ناسيها. حاولوا يكلموه عن الوقت اللي قضوه مع بعض لكن كوكو حاربها وهزمها. قبل ما تموت قالت كلمه كانوبس وده لخبط كوكو. بوريس سال كيس وهم رايحين فين
وكيس رد انه مش عارف برضه. ليلي صحت في المبنى ولقت ان الغاز كان بس لتخديرهم. ماريو قال ان المجرمين لقوا غاز سام لكن ما استخدموهوش. اكتشفوا ان رسومات جثث الموتى متشكله على حيطه ورا الغاز السام، وده فاجئ المجرمين. ليلي وماريو وبراندون كانوا واقفين على السطح بيتفرجوا على فرق الامن وهي بتخرج الناس وتوديهم المستشفيات. ليلي كانت شايفه ان في حاجه كبيره جايه لان القضايا الاخيره كانت غريبه جدا. الثلاثه وعدوا انهم هيحموا مدينتهم من المجرمين. كيس وبوريس اتحبسوا. كيس شاف إريكا كازومي فليك وهي بتتعذب وبتموت، نادت على اسم كيس وهي بتموت وعبرت عن حبها. كيس صحي في اوضه وقرر يروح المكتبه. كوكو كان ماشي في طريقه للمكتبه لما قابل ليلي وهي سايقه عربيتها. اخدته في العربيه وسالته رايح فين. استغربت لما عرفت انه رايح المكتبه علشان يعمل بحث. هي شايفه ان اللابتوب اسهل وسيله للبحث عن اي حاجه اونلاين، لكن كوكو كان ليه راي مختلف. كوكو سالها عن كانوبيس وهي قالت له انها نجمه، وكمان قالت له موقعها بالظبط. ليلي افتكرت حبيبها ايام المدرسه الثانويه اللي كان مهتم بحاجات النجوم. حكت لكوكو عن المتحف اللي في المكتبه الملكيه. الامين بتاع المكتبه قال لكيس ان كارت المكتبه وكارت الهويه بتاعه انتهت صلاحيتهم. وافق راجل المكتبه على طلبه لتجديد الكارت، لكن كيس اتضايق لما عرف ان العمليه طويله جدا. بعد ما طلب الكتب كان راجع لما كوكو دخل المكتبه، لكن ما شافوش بعض. كيس وقع على السلالم ولانه كان تعبان ومش عنده طاقه الراجل الكبير ساعده انه ياخد الاتوبيس. لما وصل المبنى لقى ليلي عند بابه، عرضت عليه برجر لكنه رفض ياكل. طلب منها تخرج من طريقه لكنها ما سمعتش الكلام ودخلت معاه الشقه. هو راح المطبخ يعمل اكل، وفي الوقت ده هي قعدت على السفره وفتحت ملف القضيه. بدات تناقش مجرم بيه لكن كيس ما كانش مهتم يسمع. كانت بتقرا حاجه مهمه لما كيس قدم لها اكل. استغربت لما شافت انه عمل اكل ليها. بوريس وصل ولقى عربيه ليلي بره واستغرب. كيس عمل قهوه ليهم واكتشف ان بوريس هو اللي قال لها على عنوانه. كيس اتعصب على بوريس لانه عبى دماغها افكار غلط. ليلي حاولت تشرح نظريه باستخدام البرجر على الترابيزه. كانت بتحاول توضح فكرتها لكن كيس شاف انها افكار سخيفه، ما قدرتش تشرح نظريتها كويس. وكيس شاف الفوضى في تفكيرها واتعصب من تفسيراتها. رمى كل حاجه على الترابيزه وطلب منها تبعد عن الموضوع، وقال ان الموضوع ده مش لناس زيها تحله. بوريس كان بيسمع كلامهم من عند الباب وسمع كيس بيزعق في ليلي. بعدين ليلي وكيس زحلقوا عن النودلز ووقعوا على الارض. بوريس اتوتر ودخل الشقه بعد ما كسر الباب لكنه وقع هو كمان. كيس وليلي استغربوا لما شافوا بوريس. ليلي شرحت الموقف كله وقالت انهم وقعوا بالغلط ومفيش اي علاقه بينهم. فجاه كايلا وصلت الشقه واعلنت ان بوريس بعت رساله لكل الناس يدعوهم لحفله عند كيس. كيس اتعصب بسبب رساله الجروب اللي اتبعتت. بوريس اعتذر وقال انها حصلت بالغلط. في الوقت ده المنظمه الاجراميه كانت قاعده بتفكر في قوه كوكو هولت. كانوا بيتكلموا عن ايزانامي اللي كوكو قتلها. فجاه الفريق كله وصل عند بيت كيس. كيس وبوريس كانوا واقفين في البلكونه بيتكلموا عن ليلي. بوريس قال ان بقاله 5 سنين يعرف ليلي لكنه مش قادر يقول اذا كانت ذكيه او غبيه. قال انها غريبه بس صريحه. بوريس دخل جوه لما البرد زاد بره، حاول يمنع كايلا من الشرب اكتر. اما كيس فكان سرحان وبيفكر في ليلي. في المكتب براندون كان شغال على الكمبيوتر ولما فتح فيديو اكتشف انه في كاميرا حواليه. كان بيدور عليها لما إيريك وصل وطلب مساعدته. براندون حس ان إيريك غريب فجمع حاجاته وقرر يمشي للبيت، وإيريك كان بيبص له بطريقه غريبه. بعد ما خرج من المكتب براندون اتصل ببوريس اللي قال له انهم قاعدين عند كيس، واثناء المكالمه براندون شاف ضابط شرطه ملكي ماشي ناحيته. قفل المكالمه وعدى جنب الضابط لكنه بص على الكاميرا بعدها. وقف قدام الاسانسير اللي كان بياخد وقت عشان يفتح. لما فتح الاسانسير براندون دخل. في مكان تاني كوكو كان واقف فوق بيت مهجور، كان بيتفرج على السماء ويدور على نجم كنابه، وسرح في ذكرياته وهو صغير. كان بيتكلم مع ايزانامي ويونا. في النهايه لقى جثه براندون في الاسانسير، كان في دم في كل مكان على جسمه وعلى الارض وعلامه بي مكتوبه على الحيطه. الفريق كان مصدوم من الهجوم اللي حصل على زميلهم. بوريس اكتشف ان كل تسجيلات الكاميرات اللي كانت في الهجوم اتشالت، وده كان معناه ان في خيانه من حد في الفريق. في المستشفى براندون كان في الطوارئ وليلي وكيس كانوا منتظرين بره. الاطباء خرجوا وقالوا ان المريض بقى في امان. نقلوه اوضته وليلي دخلت معاه. بعدين الدكتور سلم كيس ساعه كان براندون مديها له قبل ما يفقد وعيه. الدكتور قال لكيس ان براندون قال له يسلم الساعه لكيس بس. ليلي اتصلت بإيريك عشان تطمنه على حاله براندون. إيريك طلب من ليلي انها تروح المكتب تساعد. إيريك طلب من ليلي انها تساعده في القضيه رغم انها كانت قلقانه على براندون، لكنه بعت 2 من اعضائه الموثوقين معاها، وطلب منها انها تخلي حاله براندون سريه عشان مش ممكن يثقوا في حد بره الRIS. كوكو وصل لمحل الكمانات في المدينه، سمع المعلم بيتكلم مع عميل، وفجاه سمع صوت ايزانامي بتقول له انه يلمس كنابيس. لما بص بره لقى كيس ماشي، بدا يفتكر ذكريات من الماضي وخرج من المحل ولقى كيس مع ليلي. كيس كان ماسك الساعه وباين عليه انه عايز يدخل المحل. ليلي حست ان كيس بيتصرف بطريقه غريبه من وقت ما خرجوا من المستشفى. قال لها انه محتاج يدخل الحمام، وجوه الحمام كيس اتصل بكايلا وطلب منها معلومات معينه. في نفس الوقت إيريك اتصل بكايلا عشان يطلب تحديثات عن الشغل اللي فات. كايلا لقت حاجه مهمه على الكمبيوتر. كوكو كان بيتابعهم لحد ما وصلوا مقر
مقر الار اي اس. دخل المقر بسرعه خارقه من غير ما حد يشوفه عبر الامن. كايلا خدت ليلي جوه وطلبت منها تديها موبايلها. في الوقت ده ميناتسوكي كان بيبلغ اعضائه ان براندون لسه عايش. طلب من كاموي انه يهتم بالراجل اللي عندهم جوه المقر. كاموي بعد كده طلب كبسوله ذهب، وميناتسوكي امر يونا انها تمسح البرنامج بتاعهم عشان ما يسببش مشاكل. بعد كده امر ليكا انها تراقب كاموي. كايلا اكتشفت ان كل الانشطه كانت بتتسجل من خلال البرنامج ده. راحت تقول لليلي وخدوها مع بعض لغرفه الامن. فتحت الكمبيوتر ووريتها ازاي البرنامج شغال. بداوا يشكوا ان في حد من المنظمه الاجراميه جوه الفريق بيسرب كل المعلومات. ليلي اقترحت عليهم انهم يناقشوا الموضوع مع كيس، لكن كايلا قالت لها ان كيس طلب قائمه بكل اعضاء الار اي اس خلال ال5 سنين اللي فاتت. وهم بيتكلموا لاحظوا ان البرنامج اتشال من على الكمبيوتر فجاه. في الوقت ده كيس كان قاعد بره المعمل وسرحان وهو ماسك الساعه. جيلبرت وصل ومعاه قهوه وعرضها على كيس. كيس شرب منها شويه صغيرين بس ما عجبتهوش. وفي نفس الوقت كوكو كان قاعد ورا الجورنال وبيسمع كلامهم. في الشارع كوميو كانوا بيدور على كبسوله ذهبيه وهو حاسس بدوخه. طلع الكبسوله لكن قبل ما ياخدها شويه بلطجيه خطفوها منه. واحد منهم طلع سكينه وطلب منه فلوس. كوميو اخد السكينه منه وقتله، وبعدها خلص على الباقيين. في اللحظه دي لاكا وصل والشرطه كمان وصلت المكان، لكن لما شافوا علامه في ايد لاكا سابوهم ومشوا. في مقر الار اي اس كيس اكتشف ان جين مش موجود على مكتبه. كيس راح المستشفى على اوضه براندون. القاتل كان على وشك يهاجم براندون ووشه متغطي بهودي. كيس طلع عليه مسدسه ووقفه. القاتل بدا يكشف كل المعلومات اللي كانت مخبيه في الساعه اللي براندون كان عايز يوصلها له. من المعلومات دي كيس اكتشف ان القاتل هو جين نفسه. جين شال الهودي وبان انه فعلا خاين. كيس قال له انه شاكك فيه من 8 سنين بعد ما حلوا قضيه مع بعض. جين اتفاجئ لما عرف ان كيس كان بيمثل انه صاحبه طول السنين دي. جين قال انه هيقتل كل الناس اللي حوالين كيس عشان يوجعه زي ما عمل من زمان، وفي الاخر هيقتل كيس نفسه. جين بعد كده حط سكينه على رقبته وبدا يتكلم. كيس فجاه جاله فلاش باك وهو واقف في المحكمه وكان بيحاول يثبت انه مش مذنب. في الوقت الحاضر كيس وقف جين قبل ما ينتحر، وجين ضحك عليه وقطع رقبته بشفره. كيس قرب منه وشاف ظل كوكو. ليلي وصلت المستشفى وهي معاها اكل وشافت جثه جين. نادت على الامن وبلغتهم عن القتل. جين كان لسه عايش وبينادي على كيس لكنه مات بعدها. كيس كان نايم على دكه بره لما صحي وشاف كوكو قدامه. كوكو نده عليه بكانوبيس. كيس فهم مين هو كوكو. الاول قال له انه كيلر بي وبعدين سماه رقم 13. هوموي كان بيراقب يونا وسالها عن كل حاجه. هي ما كانتش طايقاه وطلبت منه يمشي. في مكان تاني كوكو تواصل مع كيس وكيس ساله عن جناحاته اللي مربوطه جوه جسمه. كوكو قال له انه اتقال له يلمس كانوبيس، وكوكو قال ان كانوبيس هو النجم القديم اللي بيدل الناس على الطريق الصح. سال كيس عن يونا وكيس قال له ان يونا هي اللي كوكو اتفرق عنها من زمان. كيس كان فضولي وعاوز يعرف اكتر عن يونا، خاصه لما لاحظ العلامات اللي كوكو بيسيبها وراها. كيس اكتشف ان يونا بنت بارده المشاعر. كوكو قال له انه بيقتل بس الناس اللي تستاهل تموت. كيس بدا يشرح حكايه حرف البي اللي كوكو بيسيبه بعد ما بيقتل حد. كيس قال ان البي بتساوي 13 بالعربي وفي الروماني بتبقى 4. ده معناه ان كوكو هو رقم 13 وحبيبته يونا هي رقم 4. كوكو بيترك العلامات دي علشان يقول ليونا انه لسه عايش. كوكو اتضايق من العاب الكلمات بتاعه كيس وساله عن مكان يونا. كيس رفض يقول له اي حاجه الا لما ياخد اللي هو عايزه الاول. قبل ما يمشي كيس قال لكوكو على موعد ومكان يقابله فيه بكره، وقال له كمان انه هيجيب حاجه عشان يوريها له. بوريس وفاروق راحوا للمخزن اللي كيس اشتغل فيه لمده 8 سنين. هناك شافوا اكوام من الملفات. بوريس قال ان كيس خطف القاتل خلال محاكمته من المستشفى وعذبه من غير اذن. ايريك قال لكايلا ان الشرطه بتشك في كيس وامر باصدار القبض عليه. وفي الوقت ده ليلي راحت تقابل جيلبرت في معمله. كانت محتاره وعايزه تتكلم مع جيبرت. اكتشفت ان كيس وجيبرت اصحاب من زمان، وليلي كانت عايزه تساله عن كيس. جيبرت قال ان كيس شخص كسول لكنه مستحيل يكون قاتل. ليلي كانت مصدقه ان كيس بريء، لكنها جريت لما جيبرت علق وقال انها نبيله زي باقي الناس اللي بتوصل له. جيبرت شبهها بإريكا. بوريس قابل كيس في محطه المترو وهو هربان. بوريس جاب له حاجه كان محتاجها وكيس هداه وقال له ما يقلقش لانه بيخلص اموره. يونا وعدت ميناتسوكي انها هتمسك لوهنجرين. ميناتسوكي عايز يختبر قدرات لوهنجرين. كيس قابل كوكو في المكان المتفق عليه وعرفوا نفسهم لبعض. كيس بدأ يحكي عن قصة كوكو ومنظمة ماركت ميكر. في القرن ال16 تم اكتشاف 13 هيكل عظم في خرابات فوق الجبل. العلماء في الوقت ده سموهم حفريات الآلهة. بدأ مشروع عشان يحققوا في الموضوع ويعيدوا إحياء الآلهة. الحكومة كانت متورطة في المشروع ده لتحقيق مكاسب شخصية، وعشان كده أسسوا معهد أبحاث باسم جالابلانكا رويال ساينتفك. الحكومة بدأت تقدم تبرعات. الباحثين اللي كانوا شغالين في مجال التكنولوجيا اتجمعوا من كل أنحاء العالم. بدأوا يطوروا نسل غير مستقر اسمه الواعدين. العملية دي اتكررت على مدار قرون طويلة. الناس اللي اتخلقت بالطريقة دي كانوا بيتبعتوا للحكومة اللي كانت بتستخدمهم لإحداث فوضى، لكنها فوضى محسوبة بحيث القوات الحكومية تقدر تسيطر عليها بسهولة. المجموعة دي اتسمت صانعي السوق وكان لهم نفوذ قوي جوه الحكومة. كيس قال انه جاب القلق تجاه كوكو،
وكوكو سمع صوت يونا بتنادى عليه وسط حريق منتشر في كل مكان. في الحاضر كوكو قال ان كل اللي فاكره هو صوت طلقات النار وريحه حاجه بتحترق. كوكو سأل كيس ازاي يعرف كل الكلام ده، فكيس كشف له معلومات عن والده. 3 من علماء الاحياء تم استدعائهم من اليابان لاحياء الالهه دي. واحد من العلماء دول الدكتور كازاما كان والد كيس وهو عنده 12 سنه فك شفره المعلومات عن الالهه، وده صدم كوكو لما عرف المعلومه دي. بمجرد ما قصه كوكو خلصت يونا ظهرت، كانت مغطيه وشها ووقفت قدام كوكو اتحول للون الاسود وما كانش باين منه غير ايده وعينه. في الخلفيه ميناتسوكي كان بيتفرج ومستمتع باللي بيحصل. قال ان سيف كوكو وعينه مسروقين. كيس كان بيتفرج كمان، كان عايز يوقفهم لكنه فضل ما يتدخلش عشان ما يتقتلش. بعد قتال طويل كوكو قدر يتفوق عليها، كان هيقتلها لكنه واقف لما شاف وشها. اكتشف ان ذكريات يونا متغيره وانها ما عندهاش اي ذكريات عن كوكو، كل اللي عندها هو العين والايد والرجل المسروقه وموت اصحابها. فجاه طعنت كوكو وفي اللحظه دي انكسرت التعويذه مع ظهور نجم كانوبيس، وافتكرت يونا كل ذكرياتها مع كوكو. بعدها ميناتسوكي غدر بيها وطعنها من ظهرها. كوكو لما شاف يونا وهي مطعونه صرخ من الالم. ميناتسوكي اخد يونا وحطها على كتفه وضرب كوكو بعيد. ميناتسوكي سحب السيف من ظهر يونا والتوأم وصلوا للتعامل مع كوكو. بداوا يضربوا عليه رصاص وكيس سمع صوت الطلقات وطلع مسدسه. يونا كانت فاقده الوعي وميناتسوكي شايلها على كتفه. كيموي وصل ومعاه السيف وقطع جسم كوكو. وفي الوقت ده ميناتسوكي والتوأم ولايكا كانوا بيتفرجوا من بعيد. ميناتسوكي اعطى امر وبدات الحراب تنزل من السماء وتطعن كوكو وكيموي. كوكو طلب من ميناتسوكي يرجع له يونا. ميناتسوكي امر بسحب الحراب لكنهم ما قدروش يسيطروا على كوكو لانه كان اقوى منهم. في الوقت ده كيس ظهر ومعاه مسدس وضرب ميناتسوكي في ايده، لكن ميناتسوكي ما اهتمش. فجاه لاحظوا ان الجرح في ايده بيتفاقم وما بيخفش لوحده. لايكا طلب من الفريق ينسحبوا. المجموعه انسحبت وكيس جري على كوكو اللي كان مصاب اصابات خطيره. كيس خد كوكو في عربيته وشاف دفتر يوميات والده، لكن لقى ان في صفحات ناقصه. افتكر كلام والده اللي قال له ان في رقم 13 مميز هيحس بالطاقه في كيس، وطلب منه يعتني بالاخر اللي هو كوكو. في فلاش باك كوكو شاف نفسه هو بيحمي يونا لما كانوا اطفال. الاطفال دايما كانوا بيعايرونه ضعيف. في يوم صحي ولقى نفسه في اوضه الدكتور كازاما. كوكو كان زعلان من ضعفه، لكن كازاما حاول يطمنه وقال له ان القوه الداخليه اهم واكبر من القوه البدنيه. بعد كده يونا شكرته على مساعدتها، وكوكو كان عايز يعترف بحبه ليها لكنها ما فهمتش قصده. وقتها قرر يديهم ارقام واداها الرقم 4، وقال لها ان الرقم ده مش هيكون عادي لكنه هيبقى رقم مميز. قال لها انه في اي وقت تحتاج مساعده تكتب الرقم ده وهو هيجي يساعدها. هم وعدوا بعض انهم هيساعدوا بعض دايما، وده كان السبب ورا كتابته الرقم ده بعد كل عمليه قتل بيعملها كوكو. بعد فتره كوكو لقى يونا مفقوده. كازاما طلب من كيريساما ياخد كوكو بعيد عشان يبقى ملكهم. في الوقت ده يونا كانت محبوسه وسط حريق. ميناتسوكي وصل وقال انه الاخ الاكبر لكوكو. اخد يونا معاه وكازاما اكتشف ان ميناتسوكي ونامي انضموا لصانعي السوق. بعدها ميناتسوكي قتل كازاما. كوكو وكيريساما كانوا على وشك يدخلوا الملجأ لما صانعي السوق وصلوا. كيريساما طلع سيفه اللي على هيئه ذراع وطلب من كوكو يدخل الملجأ. لاحقا كوكو خرج من الملجأ ولقى الكل ميت. كازاما اللي كوكو كان بيسميه كانوبيس طلب منه يهرب، وقبل ما يموت كازاما اداله شويه صفحات من يومياته. كوكو اخد ذراع كازاما اللي على هيئه شفره. قبل ما يموت كازاما جاله رساله من كيس على موبايله. لما نامي وصلت وشافت كازاما ميت وقعدت انها تهتم بكوكو. بعد ما كوكو خرج من الغيبوبه كشف لنا ليه ما كانش فاكر سوما. السبب هو قوته الطبيعيه اللي بتخليه يقدر يعيد تشكيل او يمسح ذكريات الناس، رغم انه عمره ما عمل كده مع حد غير نفسه عشان ينسى كل حاجه من ماضيه ما عدا يونا. لكن لما بص في عينيها كل الذكريات رجعت له غصب عنه. في مركز الشرطه الملكيه الضابط الكبير نادى على إيريك وساله عن كيس. لما عرف انهم لسه ما لقوش كيس غضب جدا. قال له انهم لو ما لقوش كيس قريب هيتم حل فريق الRIS. ميناتسوكي كان موجود في الاوضه وقت الكلام ده. بعد ما إيريك مشي ميناتسوكي قال للضابط ان إيريك مش عايز يلاقي كيس. الضابط سمح لميناتسوكي يطلع على كل شغل فريق الRIS واجراءاتهم. بعد كده ميناتسوكي كان مربوط في كرسي، دراعه بقى في حاله اسوأ بكتير. ميناتسوكي سأل ليه اله الجناح الاسود هو الوحيد اللي بيدمرهم، وليه دراعه هو اللي حصل له كده. ريجولوس اللي بيعتبر نبي في منظمه السوق قطع دراع ميناتسوكي لكنه رفض يجاوب على اسئله ميناتسوكي. في الاخر اتضح ان يونا لسه عايشه وبتتعالج. الشرطه كانت بتفتش شقه كيس وكان معانا ليلي وبورس كمان. ليلي لاحظت المعادلات المكتوبه على الحيطه واللي شكلها كان غريب لانها باينه بلون ابيض. ليلي كانت مقتنعه انها اتكتبت بالاول باللون الاسود وبعدين اتغيرت للابيض. لقيت الحيطان كانها بتصرخ وبتطلب المساعده. كانت بتتساءل كيس كان بيدور على ايه. في جزيره كارمونا مورتا كيس كان قاعد مع كوكو اللي كان مصاب. كيس خرج يصطاد السمك وبعدين جه وحضر اكل لكوكو. كوكو كان عايز يعرف ليه كيس انقذه، لكن كيس كان عاوز يساله اسئله اكتر. بعد ما خلصوا اكل كيس ورى كوكو صوره وساله لو يعرف الراجل اللي في الصوره. كوكو عرف الراجل اللي في الصوره وكيس شرح له ان اسمه ديت كايل، لكن الناس بتسميه ماكينه القتل ذات الشعر الاسود، وهو كان قاتل متسلسل قتل اخت كيس إيريكا. اثناء محاكمته اتقتل بواسطه شخص مجهول. كيس متاكد ان كايل ما قتلش اخته لكنه عايز يعرف ليه الراجل الميت اعترف بالجريمه. كايل عدى اختبار كشف الكذب وكان عنده معلومات كامله عن الجريمه والسلاح اللي استخدم. كيس طلب من كوكو انه يديه معلومات عن كايل.
كوكو كشف ان كايل كان ريجي تم اطلاقه في البريه. هو ما كانش انسان لكنه كان شبه انسان مخلوق للقتل فقط، وكان له علاقه بالهجوم اللي حصل على المعهد وهو طفل. كيس عرف ان اي حد كوكو يقتله عشان الانتقام بيتحول لريجي. كوكو قال ان يوم الهجوم لما شاف الكل ميت وعد نفسه انه هيقتل كل حد له علاقه بالجريمه دي، وعد نفسه انه هيلاقي يونا مهما حصل ومش هيسيب حد شارك في الجريمه يفلت. إريك كان قاعد في اوضه فيها براندون تحت المراقبه، كان بيقرا مقالات عن صناعي السوق وازاي بيتلاعبوا بالمسؤولين الحكوميين. بعدها بص على الساعه اللي كيس كان اداها له. فجاه جاله مكالمه من كيس. إريك طلب من كيس انه يسلم نفسه، لكن كيس قال له انه محتاج وقت اكتر. كيس قال لإريك عن كيلر بي ووضح له ان كايل ما قتلش إريكا لانه مش انسان اصلا. إريك سمع كيس لكنه ما كانش مقتنع بكلامه، طلب من كيس يرجع وهم هيحلوا المشكله سوا. كيس قال له ان المجرمين اتحركوا وهو مستعد دلوقتي. بعدها رمى موبايله في الميه وشكر إريك على مساعدته. ليلي كانت قاعده في شقه كيس بتحاول تفك شفره المعادلات المكتوبه على الحيطان. ورت بوريس صوره لست ظهرت على الشاشه بعد ما حلت المعادله. سالت بوريس عن العلاقه اللي بينهم. رويس بدا يحكي لليلي قصه اخت كيس، وفي نفس الوقت كيس وكوكو كانوا في طريقهم لمكان معين. كوكو بدا يحكي لكيس عن الريجاس المهمله، وقال له ان في عدد كبير منهم في البلد. لما الريجي بيكمل 20 سنه قواه بتخرج عن السيطره، بعدها بيتم ارسالهم للمجتمع وبيوصل لهم رساله بيحولوها لسلاح. كيس افتكر ذكرياته مع اخته ليلي وهي غاضبه راحت المكتب. هناك قابلت إريك وبدات تساله عن التحقيق. إريك اتضايق منها وعلقها من الشغل وقال لها انها غبيه. بعد ما ليلي خرجت من المكتب بوريس كلم إريك عشان يعرف خطتهم كانت انهم يخلوا ليلي في مكان مكشوف عشان السوقيين يهجموا عليها. إريك كان عنده خطه للايقاع بالسوقيين، لكنه كان شايف ان الطريقه الوحيده للعثور على كيس هي استخدام ليلي. بوريس كان قلقان على ليلي، لكن إريك قال له انه اختارها لانها بتفكر بنفس طريقه كيس. إريك راح غرفه الامن عشان يقابل كايلا وكانت شغاله على حاجه مهمه. إريك طلب منها انها تتبع مكان ليلي. بوريس كان مركب مؤشرات على عربيه ليلي علشان يتابع تحركاتها. ليلي خرجت بره المدينه مع كيس وكانت بتسال الناس عن مكانه. بعد شويه افتكرت ريحه التوابل اللي كان بيستخدمها وجات لها فكره وسابت المكان وراحت حته تانية. في جزيره كوكو سأل كيس عن الستيل الازرق اللي هو نقطة ضعف ريجاس. كيس قال له ان عرف ده من ابوه. كوكو سأله ليه انقذه، فكيس كشف انه محتاج مساعدته في حاجة. هو بيحقق في موضوع 2 رجالة، لكن كل ما يوصل لحاجة يلاقي انها كلها تأليف. في الوقت ده بوريس وإريك وكايلا لقوا ليلي وهي رايحه جزيره اتفاجئوا لما عرفوا ان كيس موجود هناك. إريك امر كايلا تجهز الطياره. كوكو اتضايق لما كيس قال عليه وعلى يونا ريجاس. كوكو مقتنع انهم مش ريجاس وخرجوا يتمشوا شويه ويجيبوا اكل. في الطريق كيس قال لكوكو انه مؤمن ان ميناتسوكي وكوكو ليهم علاقه ببعض، الاثنين عندهم قدره يغيروا او يتلاعبوا بذكريات الناس. التوأم بتوع ريجاس اخترقوا نظام كايلا وعرفوا مكان ليلي. في نفس الوقت كيس وكوكو كانوا وصلوا الكافيه علشان يتعشوا. ليلي كمان وصلت نفس المنطقه. كيس قال انه عارف الراجل ده لكنه انسان ومش فاهم ليه البشر بيتحالفوا مع الريجاس علشان يقتلوا اخته. كوكو اظهر استعداده انه يساعد كيس عشان ينتقم. كيس قال ان كوكو يونا محتجز عند كانوب وكانوا بيتكلموا لما ليلي وصلت. اتفاجئت لما شافت كوكو مع كيس. هم حكوا لها قصه ملفقه علشان يقنعوها. ليلي كشفت انها عارفه عن اخته إريكا، وكمان اكتشفت ان كيس بيتجاهلها لانها شبه اخته. صناع السوق كمان وصلوا جزيره واحد من التوأم بتوعهم هاجم بيت كيس على الجزيره بعد ما عرفوا مكانه لما اخترقوا نظام كمبيوتر كايلا. كيس وكوكو وليلي كانوا بيتكلموا لما سمعوا صوت الرصاص. كوكو فجاه حول دراعه لسيف وده صدم ليلي. كوكو قطع تاكيرو بطريقه خلت جسمه يتحول لتراب. وميناتسوكي لما تعرض للتهديد خنق كيوكيوري لحد ما مات. بعد 8 ساعات في مركز الشرطه الملكي احتجزوا كيس. اكتشف انهم وصلوا عن طريق ليلي. إريك دخل الاوضه علشان يستجوبه وساله عن خطته، والفريق كان بيتابعهم بالكاميرا. كيس قال لإريك ان كل حاجه بتحصل تحت انفه، وان صناع السوق بيستغلوا مكانتهم لمصالحهم الشخصيه، وانهم بيقتلوا الناس عشان مصلحتهم بنفس الطريقه اللي قتلوا بيها اخته. كيس عايز الناس تعرف عنهم، لكن إريك قال انهم ماسكين مكانه قويه في البلد. كيس قال ان القاتل بيتبع نفس النمط بقاله حوالي 8 سنين. إريك انفجر فيه وساله ازاي استنى 8 سنين عشان يكشف الحقيقه وصرخ فيه بسبب كسله، بس فجاه ادرك انه غلط واعتذر ليه. إريك شرح لباقي الفريق اللي حصل من 8 سنين. وقتها كان مخطط يخطف كايف من المستشفى، لكن كيس سابه في النص ومشي لوحده وساب إريك في موقف صعب. إريك قال انه كان لوحده وقتها وما كانش عنده اختيارات كتير، لكن دلوقتي كيس معاه الفريق كله، وطلب من كيس يديهم اوامر وهم هينفذوا عشان يكتشفوا الحقيقه. بس إريك مش هيقدر يسيب كيس لانه مشتبه فيه وعايز يديهم تعليمات. قرر يستخدم ليلي كطعم، لكن بوريس شاف ان ده خطر. ليلي قالت انها مستعده تعمل اي حاجه. كيس شك ان جيلبرت ممكن يكون هو رئيس صناع السوق لانه شكله مهتم بكيس اكتر من اللازم. وكمان لما ركب جهاز تصنت في السجاير اللي اعطاها لجيلبرت سمعه بيتكلم مع إريكا، وده كان كل اللي محتاجه. المشكله ان كيس عنده دليل بس مش كافي لاقناع الباقيين. عشان يكتشف الحقيقه كيس رسم نجوم على كتف ليلي وبعت لاوضه جيلبرت علشان تاخد منه توقيعات. لما جيلبرت شاف النجوم على ظهرها بدا يتصرف بغرابه. بعد كده كيس دخل يتكلم مع إريكا بس ما خدش منها اي رد. في نفس الوقت التوأم التاني كيوكوري اتعصبت على ميناتسوكي وقالت له انه ملاك الموت وانه اختها ماتت بسببه.
ميناتسوكي اتعصب ومسكها من رقبتها وقتلها ورماها بعيد. الخطه كانت انهم يخلوا ليلي شبه إريكا قدر الامكان علشان يقدروا يحصلوا على الادله اللي محتاجينها من جيلبرت. ليلي وقفت عند محطه الاتوبيس وجيلبرت عرض عليها توصيله. بوريس حاسس ان في حاجه غلط لكن بيعمل كده بناء على اوامر إيريك. الفريق كان بيراقب ليلي من جنب المبنى. جيلبرت وصل وعرض عليها التوصيله حسب الخطه. ماريو وبوريس فضلوا يتتبعوا العربيه من خلال جهاز التتبع. ليلي كانت بتتصرف زي إيريكا عشان تفعل ذكريات جيلبرت، بس ليلي بوظت كل حاجه لما شغلت موسيقى تكنو، وإيريكا ما كانتش بتسمع النوع ده. ده خلى جيلبرت يخرج من الحاله اللي كان فيها ويفهم ان كيس بيحاول يلعب عليه. في نفس الوقت تقريبا ماريو وبوريس كانوا بيتتبعوا ليلي، لكن انتهى بيهم الحال وهم بيتتبعوا شخصين مختلفين تماما. واحد منهم كان كاموي والتاني شخص ما يعرفوش. الاثنين كانوا ريجاس. كاموي اللي كان حاطط قنابل على جسمه كان هيقتل بوريس وماريو، بس الفريق فقد الاشاره وما بقوش عارفين عنهم حاجه. بعد شويه الفريق سمع عن بوريس وماريو انهم عايشين لكن مصابين شويه. اكتشفوا ان جيلبرت بورتمان ما كانش هناك وانه بدل مكانه مع ريجاس لما وقف يغسل العربيه. الخطه دي بقاله بيعملها من 8 سنين. إيريك قرر يجيب شخص جديد للمهمه، بس كيس اقنع انهم يكملوا بالخطه اللي ماشيين فيها. كيس اتحمل مسؤوليه حمايه ليلي. جيلبرت كان متضايق من كيس وبما انه عايز يلعب باعصابه قرر يصب غضبه على ليلي. خطته انه يعذبها ويتركها لكيس يلاقيها. في نفس الوقت كوكو كان في طريقه الموبي ديك المعروف بكانوبس اللي هو مقر عمليات صناع السوق. كوكو افتكر الخطه اللي كيس شرحها ليه في جزيره هال. السفينه كانت مخفيه وسط النجوم. السفينه دي اتبنت اثناء الحرب واسمها موبي ديك. كيس كان مؤمن ان يونا موجوده على السفينه. كيس شرح اسطوره عن عذراويين مقدستين في ليله القمر الكامل ال13. الراجل اللي يتم اختياره من العذراويين بيكتسب القوه والرفقاء والجناحات، بيبقى ملك بجناحات سوداء وسيفه بيتحول لليل الازرق. كوكو كان شايف ان لو افعالهم مستوحاه من الاسطوره دي فده معناه ان يونا هتموت في النهايه. كيس شجعه انه يكمل وما يخافش من المستقبل. كوكو وصل للجرف الشمالي علشان ينطلق لموبي ديك، وفي نفس الوقت يونا فاقت ورجعت لها ذكرياتها لكنها مش حاسه انها بخير. ميناتسوكي وصل علشان يشرح لها مهمته لكنها غضبت عليه فقام ضربها بالقلم. قال لها ان كوكو مش هيقدر يوصل للسفينه لان جناحاته مش هتستحمل وهتتحرق بالجليد، لكن يونا كانت متاكده ان كوكو هيجي. إيريك وكيس كانوا بيحاولوا يفهموا الخريطه علشان يتوقعوا الطريقه اللي جيلبرت هيستخدمه، لكنهم ما وصلوش لاي استنتاج. كايلا قطعتهم وقالت انها هتستخدم تطبيق للملاحه وسط الزحام، من خلاله هيقدروا يحددوا العربيات اللي بتتصرف بشكل غريب. إيريك ساعد كايلا في ضبط التطبيق على حركه المرور. كايلا باستخدام الكمبيوتر بتاعها عرفت موقع ميناء رامون. كيس قال ان ده ميناء عسكري ومش مفتوح للنقل العام. اكتشفوا ان في مستشفى للامراض النفسيه هناك مات فيها كايل. في نفس الوقت ليلي كانت بتتصنع انها مغمى عليها ومرميه وسط جثث قدام جيلبرت، حاول يخوفها بوضع سكينه على معصمها. كايلا اكتشفت ان في جثث بالمستشفى محدش ادعى ملكيتها. كيس افتكر حاجات واجتماعات مع كيلز، ادرك ان الناس اللي شافهم بياخدوا الحبوب الذهبيه كانوا ريجاس، وكيس حاول يفك شفره نمط نقل الجثث المختبر عبر الريجاس. طلب من كايلا تدخل على سجلات مختبر جيلبرت. كايلا لقت ان السجلات بتقول ان جيلبرت بورتمان مازال في المختبر. كيس كشف ان في 37 مره جيلبرت قضى وقت طويل في المختبر، وان في 37 جثه ستات بيشبهوا إيريكا في المختبر. راجعوا هيكل المبنى واكتشفوا مخبأ لجيلبرت بورتمان. كيس كان مؤمن ان جيلبرت عنده 2 بيشتغلوا لصالحه. إيريك وكيس دخلوا مختبر جيلبرت علشان يدوروا على باب مخفي. بعد ما فتشوا الاوضه كلها كيس ضغط على حائط مليان هياكل عظميه والحائط اتحرك وبين طريق للقابو. الاثنين دخلوا للقابو باستخدام المصعد. هناك اتفاجئوا لما شافوا الجثث. كيس لقى جثه ألبرت اوزو المدير التنفيذي لمنظمه جالابلانكا، وهو والد جيلبرت بورتمان روس، كان اول واحد قتله جيلبرت. إيريك اتصدم لما عرف ان ال 37 شخص كلهم اتقتلوا بواسطه جيلبرت. إيريك سأل كيس عن خطه جيلبرت لعمل كل ده. كيس ما كانش عارف، لكنه قال ان بالنسبه لجيلبرت القتل مش شيء كبير. لمس الدم على الطاوله وقال ان جيلبرت بيقتل حد وبعد ايام حد تاني بياخد مكانه. الموضوع بيفضل يتكرر بقاله 8 سنين نفس الدوره، حد بياخد اللوم وبعدين بينتحر. كيس بيستلم مكالمه من جيلبرت بورتمان اللي كان بيضحك عليه وبيقول له انه كان بيضحك عليه طول السنين دي. كيس قدر يفك شفره خطته قدامه. كيس عرف مكان ليلي وامر كايلا تقفل نظام الامان بتاع المبنى. اكتشفوا ان ليلي متخدره بس الحبايه كانت لسه على شفايفها، يعني هي بس فاقده الوعي. جيلبرت دلوقتي بيهرب وكيس لحقه اسرع من مكان متوقع. مع كيس قريب جدا لدرجه مش مريحه جيلبرت قرر يضرب الزر النووي. خطته كانت انه يخلص على اي حد له علاقه بالشرطه الملكيه، يقتل الكل. حاول يتصل بميناتسوكي لكن ميناتسوكي ما ردش عليه، وليكا هو اللي رد على المكالمه. واثناء ما ميناتسوكي ويونا بيتخانقوا ليكا بيقول لجيلبرت روح في داهيه. الكلام ده كشف ان جيلبرت مش زي ما الناس كانت فاكراه. في نفس الوقت كوكو بيطير في السماء عشان يلاقي موبي ديك وكل حاجه حواليه كانت بتتلج. على الجانب التاني كيس في شقته فتح صندوق من الدولاب وحمل مسدسه وخرج. بره الشقه كان التلج بينزل وكيس كان بيبص للسماء. وفي المستشفى ليلي كانت فاقده الوعي ومرميه على سرير. كانت عندها ذكريات مشوشه عن كيس وهو بيقول لها حاجه. لما صحت لقت براندون قاعد في الاوضه. في الاول خلطت بين براندون وكيس
بس بعد ما فهمت براندون طلب منها تجيب له هدوم. في نفس الوقت ميناتسوكي كان بيعذب يونا لما قالت ان كوكو هيجي. ليكا كان بيقرا عن ليله القمر الكامل لما سمع صوت الانذار، فهم ان حد قرب من السفينه. كوكو كان قرب بيوصل للسفينه ولقاها مخفيه بين النجوم. ميناتسوكي كان على وشك يطعن يونا بالسيف بتاعه، لكن ليكا وصل في اللحظه الاخيره وابلغه بالانذار. ميناتسوكي اتفاجئ لما عرف ان كوكو جاي وقرر يقتل نفسه. ليكا شاف تصرفات ميناتسوكي الغريبه وحس انه مش في وعيه. كوكو وصل جوه السفينه ولقى ميناتسوكي مستنيه ومستعد للمواجهه. ميناتسوكي عايز ياخد كل حاجه منه ومستني اللحظه دي. جيلبرت كان عايز ياخد كل حاجه من كوكو ويبقى اله كل الخلق. في نفس الوقت القوات الملكيه كانت بتحلل الجثث اللي لقوها في المعمل السري بتاع جيلبرت. بوريس يكتشف ان المكان كان شغال تحت اداره ناس مختلفه. ليلي اتصلت ببوريس وحط سماعه على السبيكر. ايريك وماريو وبوريس كانوا بيسمعوها. سالت عن كيس واللي الثلاثه كانوا فاكرين انه في المستشفى. ايريك جري بسرعه لما عرف ان كيس خرج لوحده من غير ما يقول لهم. في الوقت ده بدات المواجهه بين ميناتسوكي وكوكو. كوكو كان ليه الغلبه وكسر السيف بتاع ميناتسوكي. ميناتسوكي افتكر ذكرياته القديمه وافتكر انه كان ريجي، وكوكو اتفاجئ لما عرف الحقيقه. في الفلاش باك ميناتسوكي شاف بنت كانت بتلعب في ذكرياته وسال عن هويه كوكو. قال انه ما يعرفش حاجه عن نفسه. في نفس الوقت ليكا اخد يونا وخرج بالسفينه العموديه. كان حاطط قنبله على السفينه والعد التنازلي بدا. كوكو شاف جسم ميناتسوكي بيتحول لرمل. بدا يدور على يونا جوه السفينه ولقى رمز 13 متحد مع 4. فهم ان يونا مستنياه. ليكا هبط بالهليكوبتر وبص للسما. شاف سفينه موبي ديك بتنفجر بانفجار ضخم. كيس ركب القطر وسافر لمكان معين، وهو في القطر اتصل بجيلبرت اللي افتكر ذكرياتهم مع بعض في المدرسه. جيلبرت كان قاعد في المبنى اللي قتل فيه إيريكا. جيلبرت كشف انه كان هو اللي امر ميناتسوكي يقتل كازاما. فريق الشرطه الملكيه كانوا بيحاولوا يوصلوا لكيس. كانوا قاعدين في عربيه واحده. ليلي قالت ان كيس رايح للمكان اللي حصلت فيه جريمه قتل إيريكا. كانوا مش متاكدين من المكان بالظبط. كوكو قدر ينقذ نفسه بس سيفه كان مكسور ودرعه بيكتر دم وهو ماشي على التلج، وكان بيدور على يونا. في نفس الوقت ليكا كان رابط يونا على الحيطه وحاول يعمل شكل اسود على الحيطه علشان يبقى الملك المجنح الاسود. اتضح ان ليكا هو الميناتسوكي الحقيقي. جيلبرت ساعده ياخد عين من كوكو. كوكو كان عنده عينين مميزين بس واحده منهم اتسرقت. الميناتسوكي الحقيقي كان ريجي الحقيقي وما كانش عنده اي اضطرابات. ليكا شال نضارته وكشف عن عينه. بعدها طعن يونا اللي صرخت من الالم. كوكو سمع صرختها وجري على المكان. افتكر كلام كيس لما قال له ما يقربش من الحيطه اللي لونها اسود. السبب ان ده المكان اللي مات فيه اول ملك مجنح اسود، ولو كوكو قرب هيموت هو كمان. كوكو غير لون جسمه للون الابيض ويونا كانت بتعيط، وليكا سالها عن سبب دموعها وهو مستمتع انه شايفها بتبكي، وقال لها انه كان مستني اللحظه دي بفارغ الصبر لان كوكو هيجي قريب. ليكا مؤمن ان يونا وكوكو هيموتوا في المكان ده زي ما مكتوب في النقش. ليكا هيولد من جديد كملك مجنح اسود جديد. وكيس سال جيلبرت عن السبب اللي خلاه يقتل ابوه. جيلبرت قال ان ابوه بدا يوافق دكتور كازاما. مع تقدمه في السن بقى حساس اكتر، وجيلبرت حس انه بقى عديم الفايده لانتاج الريجز، وده كان بيضر قوه الماركت ميكرز عشان كده قتله. كيس فهم الخطه، والبنت اللي كانت مع ميناتسوكي خلت ذكرياته سليمه لانها كانت عايزه ريجي يمسح كل ذكريات الناس اللي اتقتلوا. ريجي كان بيخلي الضحايا يعترفوا بالجريمه وبعدها الماركت ميكرز بينظفوا المكان. لما كيس قال كده جيلبرت قارن نفسه بكيس. جيلبرت قال انه بيستغل ريجي وكيس بيستغل كوكو. كيس رد عليه وقال له انه مفيش مقارنه بينهم. كوكو وصل للمكان وصوت عالي على ليكا لانه طعن يونا. القتال بدا بينهم وفي الاول ليكا كان له الغلبه، وكوكو اتصاب بجروح اللي مش بتتعالج في المكان ده لانه ارض خاويه. ليكا ضرب عليه رصاص بس كوكو قال انه هيحارب القدر. في الوقت ده جيلبرت كان بيشرح نظريته لكن كيس وجه مسدس لراسه وجيلبرت قال له اضربني. فريق الشرطه كان في العربيه وقريبين من الوصول لكيس. عرفوا عن الجزيره اللي كيس وجيلبرت كانوا عايشين فيها وهم صغيرين. إيريك كان فاهم ان كل ده كان لعبه من جيلبرت علشان يتحكم فيهم. الفريق قرر يركز اكتر وما يفقدوش تركيزهم. جيلبرت افتكر كلامهم قبل نهايه اجازه الصيف وهم في المدرسه الثانويه. جيلبرت سال كيس عن اكتر حاجه بيكرهها وكيس قال القتل. جيلبرت خد الموضوع بشكل شخصي وعيط وحس انه كيس رفضه. الشعور ده اتضاعف لما إيريكا رفضته علشان شخص تاني. كل ده كان السبب في انهيار جيلبرت. إيريكا كانت واحده من الحاجات اللي كانت بتحافظ على عقل جيلبرت. الفريق وصل للمبنى وليلي جرت علشان توقف كيس من ضرب النار. جيلبرت هو كمان طلع مسدسه ووجهه ناحيه كيس. جيلبرت قال انه بكى لما كيس رفضه وان فكره القتل كانت بتقرفه. دلوقتي جيلبرت عايز كيس يفهمه وفي النهايه يقتله. الرفض اللي حصل من اكتر من 10 سنين لسه بيعذب جيلبرت لدرجه انه حتى لو اضطر يدفع كيس انه يضربه بالنار بما فيها طلقه في الراس فهو مستعد. المهم انه يحس لو لثواني ان كيس فهم متعه قتل حد. كوكو اتصاب على ايد ليكا وعلقه على الحيطه بالسيف اللي مغروس في جسمه. كوكو صرخ لما ليكا طعن يونا لكنه قدر يحرر نفسه. طلع سلاح الراجل اللي كان نامي مديهوله واستخدمه عشان يقتل ليكا وانقذ يونا من الموت، والباقيين فضلوا عايشين. بعد 3 شهور من الاخبار اللي اتكلمت عن كل اللي عمله جيلبرت والحاجات اللي كان له علاقه بيها، الناس افترضت ان كل حاجه هترجع طبيعيه. كوكو ويونا بقوا عايشين حياه عاديه نوعا ما. كيس رجع يشتغل على عربيه ليلي. في الطريق ليلي بدات تتكلم عن إيريكا. كيس قال انها كانت متبناه لكنه مؤمن ان جيلبرت هو الفائز الحقيقي في كل اللي حصل، وليلي عرضت توصل يونا وكوكو في الطريق. لو عجبكم المسلسل ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان تشوفوا المسلسلات اللي جايه.